ديفيد فيا والانطلاقه لانيستا، انيستا وبجانبه ميسي 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 الله 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 الله. يا سلام يا ولد، يا روعه، يا رائع انت يا مخلص، يا تمام انت، يا تمام يا كره ذهبيه، يا ممتع يا جميل. في الدقيقه 44 تاتي التمريره، تاتي الطبعه، تأتي البصمة الأساسية لهذا الفريق الكبير. إنه البلوغرانا يا جماعة، ده البلوغرانا يا جماعة. شوفوا التمريرة اللي جاءت رائعة، الهجمة المرتدة النموذجية. 4 لاعبين من برشلونة يأتوا ليونيل ميسي، وميسي يضع الكرة، يضعها لب، يضعها مع قلوب البلوغرانا كلها، مع قلوب البرشلونيين كلها. يضعها في مرمى ريال بيتيس، ليس لأنه هدف مهم ولا هو هدف أيضا خارق، بس لأنه هو هدف من ليونيل ميسي. شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا كيف أعطاها الغمزة واللمسة وهمست في المرمى، همست للمرمى أنا قادمة، همست في المرمى أنا قادمة، أنا كرة يسارية ليونيل ميسي. ميسي في الدقيقة 44 يسجل دفاع ريال بيتيس، لكن هنا تأتي المقطوعة أيضا من ماكسويل، وديفيد فيا أمامية وممتازة في محاولة التسديد، تأتي أيضا أمام المرمى. جول هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني في الدقيقة 17. ومن هو من يسجل؟ لا تسألوني من، فهو ليونيل ميسي في الدقيقة 17. ليونيل ميسي يملك الحلول، وحتى الكرات الصعبة تسهل له، الكرات الصعبة تسهل له. ليونيل ميسي يضاعف النتيجة في مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 17 بعد محاولات ويسجل هدف ثاني لصالح برشلونة، والهدف في الدقيقة 17. هذه إعادة، كرة قطعها ماكسويل ثم جاءت لديفيد فيا ثم إلى ميسي حاول يضعها أولا ووضعها ثانية، مرت من تحت حارس المرمى، وكانت أيضا بعيدة عن المدافع اللي حاول سد الثغرة هناك وسد الزاوية اليمنى، وبالفعل تأتي إلى الزاوية البعيدة، يتركها بيدرو، يطمن عليها بيدرو، يطمن. كرة في محاولة في الأمام، لا وجود التسلل ليونيل ميسي مع الثلاثية. ليونيل ميسي بالفعل مع الثلاثية، ليونيل ميسي، وهدف مع الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة. ثاني كرة وانطلاقة في الأمام، والحلول تأتي من ليونيل ميسي وتأتي بقدم ليونيل ميسي على أي أهداف، ولكن هنا تأتي يا عيني يا جزافي، يا عيني يا جزافي، وكأنه رد أيضا بأنه خلاص الجائزة تبعت ميسي هي لإكزافي، وجائزة إكزافي هي لإنيستا. ثلاثي البلوغرانا الرهيب هو من يمتع ويسجل ويقدم على طبق من ذهب، يقدم سهرات كروية رائعة. سهرة اليوم ليلة الخميس سهرة رائعة مع برشلونة حتى يواجه هذا الفريق. كرة ملعوبة ولا وجود التسلل. دانيال ألفيس يتقدم، دانيال ألفيس محاولة، دانيال ألفيس يمر ويسدد، تعود إلى دانيال ألفيس. الرابع في الدقيقة 31. هذه المرة تأتي الكرة من بيدرو رودريغيز. الهدف كان قادما لأنه بالفعل فتح اللعب، واللعب على مستوى واحد أو على خط واحد من ناحية الفنان. شوف يا عدم، هو جزافي، هو ما في غيره، ده صاحب القدم اليمنى، صاحب ال30 سنة الرائع، يمرر كرة إلى دانيال ألفيس. دانيال أيضا عمل كبير، صد حارس المرمى كاستو، ومررها مرة أخرى إلى بيدرو رودريغيز اللي يتقبل الهدية بصدر رحب كبير. ميسي يمرر كرة ممتازة عند رياس انيستا يحاول انيستا، كرة عالية والرأسية إلى المرمى. سيدو كيتا، سيدو كيتا يسجل في المرمى. هذه عادة، هذه كرة اندرياس انيستا. شوفوا كيف وضع الكرة، وضع بعيدة عن الكل، بعيدة عن حارس المرمى، بعيدة عن المدافعين. الكل كان توقع أن يعيدها في الناحية اليمنى هناك لأحد من اللاعبين القادمين من الخلف، لكن